السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد من قناتي. النهارده ان شاء الله نجهز مع بعض طريقه عمل صينيه السمك السردين البلدي في الفرن. طريقه تجهيز السمك السردين في الفرن طريقه سهله جدا وبسيطه والطعم حكايه. يلا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. اول حاجه هجهزها هي تتبيله السمك. معلش الكاميرا فصلت على المقطع ده، معرفتش ان انا اصوره، بس انا هعرفكم الطريقه. ده حوالي معلقه كبيره من الزيت، معلقه من الثوم المفروم، البهارات ملح فلفل اسمر كمون، بهارات سمك، بابريكا وعصير ليمون. ده كده البهارات. انا قلبتها كويس مع بعض الاول، وبعدين نزلت عليها كده بطماطمايه صغيره متقطعه قطع، وشويه كده من الكزبره والشبت. خلاص قلبتهم كويس كده الاول مع التتبيله. معايا كده حوالي كيلو من السمك السردين. انا غسلاه كويس بخل وملح وليمون، وطبعا منضفه اي زوايد فيه وفاتحه بطنه كده منضفاها. خلاص كده بعد ما غسلته كويس هننزله كده على التتبيله اللي احنا مجهزينها مع بعض. خلاص كده هبدا ان انا اتبل السمك كويس كده بالتتبيله عشان يتشرب كده من التتبيله ويبقى ياخد من طعمها. خلاص كده بعد ما تبلنا السمك هسيبه حوالي 10 دقايق كده في التتبيله اللي احنا جهزناها له عشان يتشرب كده من التتبيله وياخد من طعمها. دلوقتي بعد ما فات 10 دقايق على السمك في التتبيله، معايا كده صينيه انا حاطه فيها كده خضار مشكل، بصل فلفل طماطم. الخضار ده هيساعدنا ان السمك ما يلزقش في ارضيه الصينيه. دلوقتي هبدا ان انا ارص السمك كده بطريقه عشوائيه لحد ما اخلص كل كميه السمك اللي معايا. هضيف كده بقيه التتبيله اللي باقيه معايا على وش السمك، وطبعا في الوقت ده بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 180. هشغل من فوق ومن تحت لحد ما السمك ياخد لون ويتحمر ويكمل سوا كده في الفرن. دلوقتي بعد ما الفرن سخن كويس معايا هدخل صينيه السمك السردين في الفرن تكمل سواها. خلاص كده ده شكل صينيه السردين بتاعتي بعد ما طلعت من الفرن. بجد كانت ريحتها جميله جدا وكمان الطعم كان احلى. طريقه تحضيره سهله جدا وبسيطه. جربوا تحضيرها وبتمنى تعجبكم. لو عجبكم فيديو النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم.